السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده هيكون عن الأرانب. ايه الاكل اللي ممكن بيبوظ معاكي معدة الارانب؟ ايه الاكل اللي ممكن بيخسرك كتير وانت بتربي الارانب؟ خلي بالك من الاخطاء دي كويس جدا، وحاول ان انت تتفاديها وانت بتربي الارانب. مشروع الارانب مشروع جميل، مشروع مربح، لكن طبعا هناخد بالنا من الحاجات اللي هقولك عليها دي. الارانب طبعا نسبة بروتين عالية جدا. ناس كتير بدأت ان هي تهتم بتربية الارانب، خاصة الارانب البلدي، لان ما بيكونش فيها مشاكل كتير زي الارانب البوكسات او الارانب الفرنساوي اللي شايفينه قدامنا. دي ارانب بلدي. طب هقولك على حاجات كده، حاولي ان انت تستبعديها من النظام الغذائي اللي انت بتحطيه للارانب بتاعتك. طبعا احنا ما بنربي الارانب طبعا بنحط لهم اكل، ففي الفيديو ده هقولك على الاكل اللي ممكن يبوظ معدة الارنب بتاعك. فحاولي ان انت تستبعدي الاكل ده من نوعيات الاكل دي. حاولي تستبعديها وانت بتقدمي اكل للارانب بتوعك. اول حاجة استبعدي السكريات والحلويات. الحلويات زي مثلا لما اطفالنا بيشتروا بسكويت، فانت ممكن الباقي من البسكويت ده تحط للارانب. لا، دي حاجة مضرة جدا للارانب، لان الاطعمة الغنية بالسكريات دي بتسبب خلل في الجهاز الهضمي للارانب، بتسبب زيادة غير طبيعية في وزن الارنب، وممكن في النهاية بتعمل إصابة للأرانب دي بالسكر أو تعمل لهم انتفاخات. فحاول ان انت تستبعدي السكريات والحلويات من الاكل اللي انت بتقدميه للارانب بتاعتك. مش كل حاجة الارانب بتاكل، اي حاجة بتاكل خشب، بتاكل اي حاجة قدامها بتاكلها. يعني لو لقت قدامها كده بسكويت او لقت قدامها اي بقايا اي حاجة ممكن بتاكلها. فاحنا لازم نستبعد السكريات والحلويات من الاكل اللي بنحطه للارانب. برضه حاولي تستبعدي الخضروات اللي بتكون مليانة بالمية. طبعا عارفين ان اهمية الخضروات في النظام الغذائي بتاع الارانب، لكن انت لو كترتي لهم قوي، كترت الخس والخيار بكميات كبيرة جدا، حاجة في المعقول، حط لهم بس بالمعقول، لان انت لو كترت ليهم هيسبب للارانب بتاعتك اسهال، هيسبب لهم مشاكل في الهضم. اكتفي بكميات صغيرة كده، قدمي لهم الخضروات الغنية بالألياف زي الجزر وأوراق الجرجير، لكن بكميات بسيطة. من الحاجات برضو اللي بتكون مضرة جدا على معدة الأرانب بتاعتك الطماطم والبطاطس النية. الطماطم المش مستوية والبطاطس النية خالص فيها مركبات سامة زي السولانيل، ده بيخليها خطر جدا على صحة الأرانب. لو كلوها برضو بتسبب لهم اضطرابات عصبية وبتسبب لهم تسمم غذائي. فحاولي برضو ان انت تستبعدي الحاجات دي من الاكل اللي انت بتحطيه للارانب بتوعك. في برضو النباتات السامة، لان انت لو مربيه الارانب بتاعتك في جنينة او كده وزرع في الجنينة دي حاجات زي اللبلاب زي النعناع البري، دي كلها بتكون حاجات سامة للارانب. لازم نتأكد من نظافة العلف الأخضر اللي احنا بنقدمه للأرانب، لازم نتأكد من خلوه من الأعشاب اللي غير معروفة أو السامة. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.